احنا افضل من الجزائر ورب العز، عندهم اسماء يلعبون في الدوريات الخمسه الكبرى، احنا افضل منهم ورب العز، اداء افضل منهم، هم فازوا بالنتيجه. اقسم بالله يا اداء السعودي افضل من الجزائر. والله غير صورتك يا بحري، والله لا غير صورتك، والله ما تبغى عندي خلفيه، والله يا بحري. مبروك حبايبنا الجزائريين، ترى احنا كنا نقدر نفوز على فكره، يعني عشان تكون في الصوره ما سوينا مهارات ولا استعرضنا عشان ما يجينا حسد، نخاف من الحسد. سيطرة متكاملة وخطورة متناهية المنتخب الجزائري، البدلاء في المنتخب الجزائري أفضل من منتخبنا. في هذا الفيديو سنعرض لكم ردة فعل الصحافة والجماهير السعودية والعربية بعد مباراة الجزائر والأخضر السعودية الودية، والتي انتهت بفوز الخضر بالنتيجة والأداء 2-0 من إمضاء الثنائي رياض محرز ورفيق بالغالي. ورغم الغيابات الستة المؤثرة، فرضت الجزائر سيطرتها في جدة بأداء قوي جاء في التوقيت المثالي قبل شهر من انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. شاهد معنا ردة فعل الجماهير السعودية واندهاشهم من المستوى الفني الكبير للاعبي المنتخب الجزائري الذين وصفوهم بالعالميين، حتى أن بعض المحللين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع الذي يفرض عليهم الاعتراف بقوة الجزائر بعد الكلام الكثير الذي قيل قبل المباراة. وقبل أن نبدأ بعرض الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يومين ثلاثة طلع حد كوميدي على تويتر ويقول لك ان منتخبات اسيا دايسه على منتخبات افريقيا. النهارده نتائج المنتخبات الافريقيه ضد المنتخبات الاسيويه بتعدي. قدامك دي اهداف مباراه الجزائر والسعوديه، المواجهه العربيه الخالصه اللي جمعت بين المنتخبين. الجزائر قدرت تفوز على السعوديه في السعوديه، رياض محرز من ضرب الجزاء، وكمان هدف رفيق بالغالي. هدف كان فيه مجهود كبير جدا من بدايته. اوه يا حبيبي، رساله اخوك من الجزائر، يعني والله احنا يا حبيب القلب اقل من 2-0 راح نعتبر حالنا خاسرين، لانه صراحه الاخضر تاني يعني السعوديه ما انهم قاويين في الميدان يعني صراحه. يعني لما تفوز على ساحل العاج مو بالضروره يعني تحدد كل افريقيا، اي فريق افريقي راح تعبر وياه، لكن انت تعادلت مع العراق ومع فريق سكان بلده ما يعرفوه. وين قوه كرمكم داخل الميدان؟ صراحه انا والله ما بعرفها ابدا. صراحه عندكم قوه باللباس، بتبيعوا اقمصه يعني بالسعوديه عاليه الجوده، وتصلنا حتى لهون يعني بالجزائر. بس مسألة كرة القدم ما انكم يعني قويين. المقطع هذا للترفيه، يعني ما تاخذوه كأنه مقطع جدي وهيك. مبروك حبايبنا الجزائريين، ترى احنا كنا نقدر نفوز على فكرة، يعني عشان تكون في الصورة ما سوينا مهارات ولا استعرضنا عشان ما يجينا حسد، نخاف من الحسد، وعشان تحسبونا سهلين في البطولة العربية ولما نتقابل نفوز عليكم. ايه عشان كذا ما سوينا مهارات ولا لعبنا، في لعيبة كثير ما لعبناهم ترى. ايه عشان تكونوا في الصورة. مبروك لكم، وعشان ترجعون برضه وانتم مبسوطين، ما نحب نرجعكم انتم زعلانين يعني، لا لازم ترجعون وانتم مبسوطين، اهم شيء سعادتكم. خلوا رياض محرز وعوار عندهم مباريات يوم الجمعة، تمام؟ يا مع السلامة، ان شاء الله توصلون بالسلام، في امان الله. جديدة يذكر كالعادة عرب أفريقيا منتخبات وفرق أفضل من عرب آسيا في المنتخبات والفرق. منتخب الجزائر بيفوز على منتخب السعودية في مباراة ودية ولكن بطابع رسمي، مباراة ودية قوية جدا بين المنتخبين انتهت بفوز محاربو الصحراء 2-0 على المنتخب السعودي. المباراة كانت قوية جدا، المباراة كانت حماسية جدا. رياض محرز بيسجل الجول الأول بضرب الجزاء في الدقيقة 77 والجول الثاني في الدقيقة 85 عن طريق البديل رفيق بالغالي عشان تبقى النتيجة 2-0 كلين شيت وثنائية قوية لمنتخب الجزائر بتفوز بيها على المنتخب السعودي. وزي ما قلت لك تفوق دائم لعرب افريقيا على مر التاريخ. سامعك اللي بتقول لي اصل دي مباراة ودية لكن مباراة تحضيرية قوية جدا. المنتخب السعودي بيلعب بالتشكيل تقريبا الاساسي كله، سالم الدوسري في الملعب، البريكان في الملعب، وفي نص الملعب كنو والخبيري ولاعيبه اساسيه كتير لمنتخب السعودي كانت بدء المباراة. ومنتخب الجزائر بغداد بنجاح ورياض محرز، وفي نص الملعب بن ناصر ولاعيبه كتير مهمه لانها مباراة تحضيرية مهمة بيفوز بيها المنتخب الجزائري 2-0. وزي ما قلت لك التفوق العربي دايما واضح النهارده دي. منتخب الجزائر اكيد اقوى واكيد يتفوق على المنتخب السعودي، عكس لو فريق من السعوديه لعب مع فرقه من الجزائر اقدر اقول لك ان فرق السعوديه في الوقت الحالي تكون افضل من فرق الجزائر. يا عيال اقسم بالله كنا افضل من الجزائر في جميع النقاط، في الاستحواذ على الكره، في بناء اللعب، في صناعه
صناعة الفرص، في الخطورة، في كل شيء، ولكن حنا نضيع. الجزائر يسجلوا، الجزائر وقع لهم فرصتين على المرمى وسجلوها، بلنتي وهدف سجلوها. بس حنا مهاجمين ضايعين، فراس البراكن ضايع، سالم دوسري ضايع، الجميع ضايعين ورب العز. وقع لنا فرص كثيرة ضيعناها، وصلنا عند الحارس مرة ومرتين وثلاث، ضيعنا. الجزائر وحصلوا فرصتين، بلنتي وفرصة سجلوها وفازوا. يا اخي قدامك مونديال، قدامك كاس العالم 2026. يا اخي الواجب انت تستغل الفرص يا اخي. يا اخي المباريات الوديه ايش انت تحضر يا اخي، تشوف الاغلاط حقك، تشوف وين انت ناقص وتكمل النقص ده. احنا ناقصنا مهاجم يعرف يسجل، ما عندنا مهاجم يعرف يسجل ورب العز. احنا افضل من الجزائر ورب العز، عندهم اسماء يلعبون في الدوريات الخمسه الكبرى. احنا افضل منهم ورب العز، اداء افضل منهم. هم فازوا بالنتيجه، اقسم بالله اداء السعودي افضل من الجزائر. والله غير صورتك يا بحر، والله غير صورتك، والله ما تبغى عندي خلفيه، والله يا بحر، والله ما خليك خلفيه، والله ما انت جالس خلفيه. صلي على النبي، باقي ما انتهى ما انتهى. والله لا غير امه، هذا حق. بعدين معاه والله سوى منتخب الجزائر وقدر يفوز على المنتخب السعودي ومنتخبنا بهدفين مقابل لا شيء. مباراة ودية كان من هدفها أن نشوف رتم الفريق ضد الفرق العربية القوية زي الجزائر، تونس، المغرب. بنفس الوقت رياض محرز ما شاء الله تبارك الرحمن ما له حل، ما حد قدر يوقفه بالسعودية أو منتخبنا. سجل هدف عن طريق ركلة جزاء بدقيقة 75 ولحقوها بهدف بدقيقة 84 هدف الثاني. على العموم 2-0 مقابل لا شيء، قدروا يفوزون منتخب الجزائر، ومستوى صراحة يدرس من المنتخب الجزائري، ضغط عالي، واستغلوا ثغرة المنتخب السعودي على الجهة اليسار اللي ما قدر أحد يوقفهم فيها. حلوين يا عيال، لعبنا قدام أبطال أوروبا، ما لعبنا قدام الجزائر. منتخب ثقيل ومفجر كأنه تشكيلة فيفا، والله مرة ثقيل المنتخب ده. للأمانة العناصر اللي في منتخب الجزائر كل واحد يقول لك الزود عندي. في الختام، ما رأيكم في أداء منتخب محاربي الصحراء وردة فعل الجماهير السعودية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.